بص، خليني اقول لك على حاجه من الاخر. الست النهارده وهي ماشيه في الشارع وهي فاتحه انستجرام وهي بترد على ستوريز، بيجي لها كميه مجاملات ورسائل ومحاولات للتقرب مش طبيعيه من رجاله كتير جدا جدا. طبعا اغلبهم مش رجاله، هم سمبات وبيطبلوا لاي صوره ولاي كلمه ولاي حركه. كل واحد فيهم بيقول لها بشكل مباشر او غير مباشر: انا شايفك وعايزك ومستعد اعمل اي حاجه علشانك. بس هي ما بتحسش بأي حاجة. ليه؟ لأنها بقت متشبعة، مش بس متشبعة من الحب، ولكن ولا بالاهتمام طبعا الحقيقي، ولكن بالتضخيم الزائف لقيمتها الحقيقية. فبتصدق إنها تستحق كل حاجة من غير ما هي تقدم أي حاجة. خليني أقول لك حاجة حصلت معايا أنا شخصيا. أنا عملت حساب على السوشيال ميديا باسم أنثى. حاولت أختبر الفكرة دي والاستحقاقية اللي موجودة. ما حطيتش ولا صورة ولا محتوى ولا أي حاجة خالص، مجرد اسم أنثوي. تخيل في أول 24 ساعة انهالت عليا الرسائل. انهالت عليا الرسائل من مجرد اسم أنثوي. مجاملات، تعارف، قلوب، ناس بتعرض خدمات مساعدة، ناس بتطلب رقم، ناس بتقول كلام حب. كلام حب، انت متخيل؟ لمجرد اسم انثوي شافوه، او ان ده حساب انثى. ما حاولوش حتى يفكروا ويتاكدوا هل دي انثى فعلا ولا مجرد ذكر بيحاول يتلاعب بهم. ساعتها فهمت ان الاستحقاقيه مش جايه من الست نفسها، هي جايه من الرجاله اللي بتديها القيمه دي من غير ما تطلب اي مقابل. بس كمان الاستحقاقيه دي جت من الاعلام، من الاغاني الرومانسيه، من الافلام الاوفر، اتزرعت في عقل البنت من وهي صغيره. كل فيلم بيقول لها انت تستحقي امير ياخدك من وسط الزحمه ويضحي علشانك ويعيش خدامك وبلا بلا بلا بلا. كل اغنيه بتغني لها: انا مش عارف هموت من غيرك، انت كل حياتي، انت ملاكي، والخ الخ الخ. فكبرت وهي مصدقه انها تستحق راجل كامل، حتى لو هي ما اشتغلتش على نفسها لحظه. كبرت وهي شايفه ان الحب عباره عن خدمه، تضحيه، وهوس بيها كونسة. وده اللي خلى الاستحقاقية تبقى مش بس شعور، دي بقت عقيدة. والمشكلة ما وقفتش هنا، لا، ده بقى في موجة جديدة بتطالب بحقوق أكتر وأكتر. مش حقوق حقيقية طبعا، لكن هي امتيازات زيادة تحت لافتة النسوية. بقت تطالب إنها تاخد كل حاجة من غير ما تتحاسب على أي حاجة. عايزة حرية مطلقة بدون أي مسؤولية. عايزة مساواة في المكاسب وتجاهل تام للواجبات. وده طبعا مش عدل، ده استهلاك للرجولة واستنزاف للعلاقات واستغلال. وعلشان كده الرجالة بدأت تقول كفاية. بس خليني أوضح لك حاجة: اللي حصل مش إن الرجالة بدأت تشتكي، لا إطلاقا. دي الرجالة بدأت تفهم اللعبة، بدأت تشوف الصورة كاملة. هي بتطلب كتير بس ما بتقدمش حاجة. هي شايفة نفسها فوق لأن الرجالة حطوها هناك. وهنا بدأ التغيير، مش من ضعف ولكن من وعي. الرجالة بدأت، يعني مش من ضعف بس من وعي. الرجالة بدأت تبني نفسها، بدأت تشتغل على قيمتها، بدأت تبطل تطارد النساء. ودي كانت بداية الانتفاضة الذكورية. مش كره ستات إطلاقا، لكن كره للضعف اللي كانوا عايشين فيه. وظهر حاجة اسمها الريد بيل، عشان يعلمك، مش علشان يعلمك تكره الست، لكن عشان يفكرك بنفسك، عشان يقولك قيمتك مش في رضاها، قيمتك في وعيك، في حضورك، في اختياراتك. وده اللي خلى الرجالة الواعية تاخد قرار أكبر. وهو مش إن بس يبطلوا يطاردوا، لا، ده كمان بقوا يعزفوا عن الجواز وعن العلاقات وعن مطاردة الستات أصلا. مش لأنهم فقدوا الرجولة، بالعكس، لأنهم بقوا شايفين إن اللعبة مش متوازنة. شايفين إنهم بيتحاسبوا على كل حاجة، والست بقت تاخد امتيازات من غير ما تقدم أي التزامات. شايفين إن الجواز بقى مخاطرة، وإن العلاقات بقت استنزاف واستغلال. فقرروا ينسحبوا، مش بس يعني مش من الرجولة، ولكن من الاستغلال باسم الحب. وده مش ضعف، ده أعلى درجات السيطرة. إنك تبقى قادر وما تبقاش عايز. الرجولة مش في إنك تدي كل حاجة، الرجولة في إنك تبني قيمة وتختار مين هي اللي تستحقك. أنت الجايزة، مش هي اللي جايزة.
انتهى عصر السمب وبدأ زمن الرجالة الواعية، الرجالة اللي مش بتدور على رضا ولا على أي مطاردة للنساء، بقت بتدور على معنى. الرجالة اللي مش بتتسول الحب، بتبني نفسها لدرجة تخلي وجودها لوحده كفاية. واللي جاي مش مجرد محتوى، دي بداية رحلة وعي. لو انت من الرجالة اللي فائت، اشترك دلوقتي وانضم للانتفاضة.